السلام عليكم متابعي قناة صباحية نعيمة، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. ولعشاق الأعشاب المنسمة جبت لكم اليوم واحد البلا ديال الدجاج كيجي رائع بالأعشاب المنسمة، كيدخل الفران وكيجي خفيف، كيجي لذيذ وصحي في نفس الوقت. نتمنى تعجبكم هاد الطريقة اللي غادي نقدم لكم، وبطبيعة الحال ما تنسونيش من لي كومونتير ومن لي لايك، واللي أول مرة كيلتحق بالقناة ينزل أسفل الفيديو يفعل الجرس ويضغط على زر الاشتراك باش يبقى يوصلوا جديد الفيديوهات. ودابا غادي نخليكم مع المكونات وفرجة ممتعة، وعلى بركة الله نبداو في المكونات. عندي واحد 4 ديال الفخذة ديال الدجاج، من بعد ما غسلتهم جيدا وشرحتهم بالسكين باش تدخل لهم الاعشاب المنسمة ويجوا لذاذين. ملعقة كبيرة ديال الزبدة، القليل من الحامض، ملعقة كبيرة من المعدنوس، وملعقة كبيرة من السلمية، وملعقة كبيرة من الأزير، وملعقة كبيرة من الزعترة. اللي ما عندوش غادي يعوضها بالزعتر، وفص واحد ديال الثوم محكوك، والقليل من الإبزار والملح، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ودابا غادي ندوزو للطريقة. غادي نجيب واحد البول وغادي نحط فيه الزبده ونضيف ليه باقي المكونات. وبالنسبه للزعتره والمعدنوس والسلميه انا خدمت بهم خضرين، اللي عنده يابسين يخدم بهم يابسين، كيعطوا نفس النتيجه ونفس اللذه. الا كانوا خضرين احسن نستغلوا وقتهم. صافي بهذه الطريقه غادي نخلط هذه الخلطه جيدا، وغادي نضيف لها واحد ملعقه كبيره ديال الزيتون. صدقوني هذه الخلطه ديال الاعشاب المنسمه كتجي رائعه، خصوصا ملي كندخلوها الفران وكيطيب على مهلو وكيطلق داك الماء اللي فيه، كيجي لذيذ بزاف. مهم غير تبعوا هذه الطريقه راه ساهله، وبطبيعه الحال كنبدلوا الطريقه ديال الطاجين ولا المريقه في الطنجره. هذه طريقه زوينه وكتجي خفيفه بزاف، نتمنى تتبعوها. صافي بهذه الطريقه غادي نخلط هذه الخلطه وغادي ندهن جيدا دوك الفخيضات تاع الدجاج. وبالنسبه تقدروا ديروا كما قلت لكم دجاجه كامله، المهم غير خدموا بهذه الخلطه راه كتجي سبيسيال وكتجي لذيذه بزاف بزاف. صافي غادي نخليكم دابا مع الفيديو تكملوا جميع المراحل، ومن بعد غادي نقدموا انا وياكم واحد العصير اللي هو تا هو خفيف وسهل ولذيذ. بعد ما كملت الفخيطات ديال الدجاج استفتهم في المول على هذا الشكل، وفي نفس الاناء اللي خلطت فيه ديك الخلطه ديال الاعشاب المنسمه قطعت فيه واحد 4 ديال البطاطس، وضفت ليهم واحد ملعقه صغيره ديال الازير يابس. بطبيعه الحال كميه تاع البطاطس كتبقى على حسابكم نتوما، والملح كذلك على حساب البطاطس اللي غادي نخدموا بها. وضفت ليها واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. هاد البطاطس كتجي لذيذه بزاف ملي كندخلوها في الفران، كتجي احسن بكثير من البطاطس المقليه، كتجي فيها واحد اللذه وكناكلوها وفي حقيقه ما كتقهمناش وما كنشبعوش منها، حيت كتكون خفيفه وما كتكونش شاربه الزيت. نتمنى تجربوها، انا دائما كنقدمها مع دي بلا تقريبا، خصوصا في رمضان تقريبا يوميا كتكون هاد الفريت فوق الطابله. ملي كنديروا لها الاعشاب المنسمه راه كتجي لذيذه بزاف. صافي هنايا غادي نستفها
بهذه الطريقه في الجوانب ديال الفخيضات، وغادي نحط واحد البابي سولفيغيزي وندير من بعدو بابي الومنيوم، وغادي ندخلها الفران. درجه الحراره تكون متوسطه، غادي نشعل غير من الاسفل حتى غادي يطيب لينا الدجاج، ومن بعد غادي نعريه من الفوق، نحيد البابي الومنيوم والسولفيغيزي ونخليه يتحمر ويتشرب. راه كيجي واحد البلا رائع. وكما كتلاحظوا من بعد ما خرجته من الفران هو كيجي بالاعشاب منسمه لذيذ بزاف. نتمنى تجربوا، وغادي نرافقوا بعصير ديال الافوكا اللي كلكم كتعرفوه. قلت نقدمه معكم، لما لا. درت واحد دانون ونصف ديال الافوكا. كما كتلاحظوا تبارك الله الافوكا طيبه وكبيره، كتبقى دائما الكميه على حسابكم. وبطبيعه الحال الحليب، وهنا عندي واحد 5 ديال التمرات. الا كان موجود عندكم من الاحسن حلوه بالتمر كيجي احسن. اللي ما عندكمش غادي ديروا سكر سنيده. بطبيعه الحال انا الا كان عندي التمر كنحليه بالتمر، ما عنديش كندير سكر سنيده. وغادي نضيف ليه واحد الموزه كما كتلاحظوا عاد جبتها من فريغو. ملي كيكون عندي الموز موجود كنخافوا يضيع كنحطو في الفريغو. ملي كنبغي نخدم العصير كنجبد الكميه اللي غادي نحتاج صافي هنايا وغادي نطحنو، وكيجي في حقيقه عصير لذيذ بزاف. نتمنى تعجبكم هذه الطريقه، وكنقول لكم شكرا جزيلا على تعليقاتكم المحفزه وعلى اللي لايك تاعكم. بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا بلي كومونتير، وبطبيعه الحال اللي لايك راني محتاجاهم بيكم باش غادي تزيد القناه، وبيكم باش غادي تكبر عائله صباحيه نعيمه. نتمنى تعجبكم المحتوى اللي كنقدم لكم، ولاول مره كيشوف القناه كنتمنى ينزل اسفل الفيديو يضغط على زر الاشتراك. ودابا غادي نخليكم مع البلا النهائي ديال الاعشاب المنسمه وعصير الافوكا. وهذا هو البلا ديال الدجاج بالاعشاب المنسمه. في حقيقه كيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه مره اخرى. كنقول لكم غير جربوه وما غاديش تندموا عليه، وغادي تبقاو دائما تقدموه لوليداتكم وليكم بطبيعه الحال. والى هنا كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.